لما تتفرج على المباراة بتاعت مصر وجيبوتي على طول يجي في دماغك المثل بتاع اللي شاب لو الناس تهون على بلوته. ايوه والله، يعني انا مثلا لما اتفرجت على لعيبة جيبوتي على طول افتكرت ان اللي شاب لو الناس تهون على بلوته يحمد ربنا على بلوته. يعني مثلا انا كنت بتريق على طول على اللاعب المصري، يعني في الوجه العموم، واقول ما بيعرفش يباصي، ما بيعرفش يلعب، ما بيعرفش يحجز على كورته، ما بيعرفش يبني هجمه، ما بيعرفش يسدد، ما بيعرفش يرمح، ما بيعرفش يحتفظ على الكوره، ما بيعرفش يعمل اي حاجه. ولكن لما شفت لعيبه جيبوتي لقيت ان احنا كدوله مصريه او كلاعيبه مصريه، اللاعب ده مش فينا احنا بس، ده في معظم البلاد الافريقيه. وده راجع ان مثلا دوله زي جيبوتي ممكن ما تكونش متقدمه التقدم اللي مثلا على مستوى منتخب زي مصر، ولكن كمستوى لعيبه زي مصر المفروض يعني الاداء ده او الاداء الهزيل ده في الدوري المصري ما بيبقاش كده. ولكن اللي حرك دايما في المباراه ان عمك روي فيتوريا بينزلني ثلاث ديفندرات، ثلاث لعيبه خط وسط، منهم اتنين ديفندرات صراحه، اللي هو محمد النني ومروان عطيه. فانت باتنين ديفندرات في مباراه زي ديت قدام فريق زي دوت وما هتهاجم ميت. يعني انت كنت المفروض تنزل واحد زي مثلا امام عاشور مثلا المركز رقم 8، بيعرف يباصي، بيعرف يهاجم، بيقدم الزياده العدديه، عكس مثلا مروان عطيه اللي مثلا لا بيعرف يسدد ولا بيعرف يعمل باصات حلوه زي مثلا امام عاشور. والحاجه التانيه اللي حرقت دمي انه في بدايه الشوط التاني بدل ما ينزل واحد مهاجمين في الخط الامامي يجرب الخط الامامي، لا بينزل واحد مدافع عشان يجرب يشوف المدافع ينفع ولا ما ينفعش، مع انه اساسا الشوط الاول كله ما كانش فيه هجمه مرتده او هجمه على المدافع تمتحن ان خط الدفاع بتاعك، عشان كده انت بتنزل مدافع ليه. فانت المفروض تختبر اللعيبه اللي هي بتجي لها اختباراتها وبتجي لها فرص. يعني انت المدافعين مفيش حاجه جت عليهم، فانت المفروض ما تبدلش فيهم حد الا اذا كانت فيه اصابه ومجبور على كده. انما انت المفروض تبدا بتغيير في الشق الامامي او خط الوسط، او مثلا تغير في التشكيله او في طريقه اللعب. لما انك تغير لمدافع وكل التبديلات اللي منزلها مركز بمركز، مفيش اي اداء، مفيش اي تبديل تكتيكي منك. فانت ما تقوليش مثلا انت كمشجع ان احنا فزنا ستة، ماشي، ما انت ستة، بص الفريق اللي انت بتلعبه اللي عارف يباص، اللي عارف يهاجم، اللي عارف يدافع، اللي عارف يعمل اي حاجه. انت متخيل ان كل الباكان بتوعنا، اذا كان عمر عبد الواحد، عمر كمال او احمد فتوح، الاثنين ما حدش معاهم، فاتحين كده الطريق وما حدش معاهم، مفيش باك يمين او باك شمال مغطي معاهم. تبص تلاقي اللاعب كده انفرد على الخط مع نفسه. يعني حتى تعليمات من المدرب مفيش. تعليمات من المدرب بتاع جيبوتي ان هو مثلا يقول لي مقفل الاطراف او اقفل العمق، مفيش. حتى التشتيت اللي هو مثلا الف ب كوره تشتيت، هم ما يعرفوش يشتتوا. يعني الكوره بتيجي في ال 18 بيشتتوها، بيدوها لنا احنا، المفروض التشتيت يبقى عالي، هم لا بيشتتوها في الارض بتوصل لنا احنا تاني. فانت ما تقيسليش ادائك وتقول لي احنا عملنا مباراه حلوه على فريق زي ده، لا. لا اللعيبه عملت مباراه حلوه ولا صلاح ولا اي حد عمل مباراه حلوه. انت ما انا عن نفسي ما تقيسليش ادائي او تقيسليش منتخب زي مصر واخد 7 افريقيا على منتخب زي جيبوتي، لا.